المجتمع ديالنا كنعطيو اهميه كبيره للناس الاخرين ولا اش غيقولوا علينا الناس، لدرجه انه في بزاف ديال الحوايج كتسمع اش غيقولوا عليك الناس، ولا عندك غيضحكوا عليك، ولا راه هاد الشيء غادي يضحكوا فيك الناس، ولا غادي يضحك الناس فيك، ولا غادي تضحك الاخرين فيك. يعني كنعطيو واحد الاهميه كبيره لراي الاخرين في التصرفات ديالنا، وشحال من واحد فينا كيحاول يرضي الناس الاخرين على حساب كما تنقولوا يعني الصحه ديالو، على حساب بزاف ديال الحويجات، لدرجه ان كما قلت لكم كتلقى بنادم كيدير واحد الحاجه اللي هو ما عاجباش في واحد الوضعيه اللي هو ما راضيش فيها وما راضيش بيها، يعني كيعاني ومكرفس، ولكن خايف من نظرة الآخر ولا اش غيقولوا عليه الناس إلا دار شي تغيير أو لا دار شي تصرف مثلا اللي يقدر يكون خارج على داكشي اللي كيتوقعوه الناس يديروا. الإنسان اللي كيخاف من وجهة نظر الآخرين ولا اش اللي غيقولوا عليه الناس الآخرين إلا دار واحد الحاجة معينة، كيكون واحد الإنسان اللي باقي مازال ما وصلش واحد المرحلة ديال الوعي، ومازال ما وصلش واحد المرحلة ديال النضج الفكري والنضج العقلي. لأن إلا نتايا تصرفاتك وكما تنقولوا اش غدير واش اللي ما غديرش كيتحكموا فيه الآخرين، إذا فراه أنت لا أساس ولا دور لك في الحياة ديالك، كتمشي فقط في اتجاه داكشي اللي كتظن أنه راه غيرضي الناس الآخرين وغادي يعجبهم. هذا إشكال كبير بزاف، لأن الآخر غيهضروا الناس الآخرين كما تنقولوا، سورتو كنهضروا على المجتمع المغربي، بنادم غيهضر درتيها زوينة غيهضر، درتيها خايبة غيهضر، ما عمرك ما غادي تسكت بنادم. دونك انت اللي خصك دير هو دير داكشي اللي قال لك راسك، داكشي اللي كتشوف فيه مصلحتك نتايا، وما يهمكش رأي الآخرين، لأنه فان كونت من بعد واحد 10 سنين 20 عام 30 عام 40 عام غنموتو كامل، حتى واحد ما غيبقى في هذه الحياة. اللهم دير داكشي اللي قال لك راسك وما تسوقش لبنادم.